مع زيادة القنوات الإعلامية الوهمية قمنا نشوف وايد أخبار لا تليق بالمجتمع الكويتي، أخبار هدفها الوحيد أنها تثير الجدل وتنشر الفتنة. عشان كذي قررت اليوم أنا أبني تلفزيون وأكون أنا المذيع في قناة الأخبار الحلوة. معاكم أوس برحمي، وهذا جانب آخر من الأخبار. شنو أحلى خبر صار وياك بالفترة اللي طافت؟ احلى خبر ان الوالده كانت شوي تعبانه، ووصل لنا خبر ان قاعد تصير وايد احسن وان شاء الله راح تتشافى. My brother, he's in the UK. He booked flights to come to Kuwait. Okay. But I've been here 9 years and he hasn't been for about 8 years. So I'm absolutely buzzing he's coming next month. صحتنا بخير الحمد لله، احنا في بلد امان وخير. ولد خالتي خلص الفول ايرون مان، سباق الفول ايرون مان، شيء اسعدني حيل ونسني حيل وحفزني حيل. تو واحد قلت له شكلك جميل، شعرك حلو، قال لي هذه احلى كلمه اسمعها من فتره طويله. صباح الفل والجمال والياسمين والورد. احلى خبر ان انا بتدرب كل يوم، انا عندي 83 سنه. انا اول ماراثون، فالخبر ان انا خلصت ال5 كيلو كامله حقي تمام. ان سباق ام بي كيران صار تحت ابراج الكويت. لما وافقوا ان نكون من ضمن فريق تغطيه سباق حلبة لوسيل مع مجموعه من مبدعين الكويت، هذا كان يمكن احلى خبر لما قالوا لنا ان ترى اعطيناكم موافقات، تعالوا غطوا اكبر حدث عالمي. خبر ان اشوف بس عيالي بخير وصحه وعافيه. الحمد لله قدرت احصل الميداليه الاولمبيه في اولمبياد باريس الاخيره في سباق ال 5000 متر. هذا الشيء الوحيد اللي كنت ناطره من زمان يعني، والحمد لله تحقق. مطلوبه مني اني القي كلمه قدام طلبه ليفربول، المكان اللي انا تخرجت منه. كسرت كل ارقام، كل ارقام الماراثونات كسرت. شريت السياره اللي انا ابيها. عجيب. يمعت وشي وشريت. الله يبارك. مو قرض، يمعت. عجيب. صار فيني قطع برباط صليبي، وقبل اسبوع تقريبا بعد 7 أشهر من العلاج الطبيعي رديت اركض مره ثانيه عقب توقف، فالحمد لله واخيرا الحمد لله تاسس بلك، وباذن الله الانطلاقه راح تكون ب1/1/26. تزوجت. اقوى من كذي، اقوى من خبر كذي في ما في. مبروك حبيبي. أنا مو مذيع ومالي بالإذاعة، بس اللي أعرفه هو مدى تأثير الإعلام والأخبار على الفرد والمجتمع، وش كثرهم الدراسات اللي تثبت هالشيء. الفكرة بما فيها أن اليوم رسمت البسمة على وجوهنا بأخبار بسيطة نسمعها كل يوم بالدواوين والزوارات واليمعات، فما بالكم الأخبار العميقة والثقيلة اللي فيها بحث واللي فيها جهد أعلى من كذي. وأنا ما أقول أن كل الأخبار لازم تكون إيجابية، هذا شيء غير واقعي، اللهم تنطرح بطريقة راقية تشبه مجتمعنا. يعطيكم العافية، نشوفكم على خير، وشكرا بنك الوطني على مشاركتهم في هذه الحلقة من جانب آخر. السلام عليكم.